ثواب ابن مدشوش الثوري السبيعي أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. كان يطلب لها أحد الأشخاص من أحد القبائل المجاورة، وكان يركب موتره من رنية ويروح للرجال هذا اللي هو يطلبه ويشتله من بيته، يفطر عنده ويتقهوى ويشتله من بيته، ويروحون للمحكمة في تربة ويتقاضون عند القاضي، وقعدوا يترافعون يطلب 300,000. المن في الجلسة حضر خصيمه ثواب فيه شيمة والمديون فيه شيمة، وجاء عند القاضي قال ثواب يطلب، قال والله يطلبني يا شيخ 300,000 وأنا ما عندي. قال الشيخ حكمت عليك بسداد 300,000 أو السجن. الكلام ذا قديم يمكن قدام 30 سنة. قال المديون هذا والله ما عندي شيء يسجني. نادى الشيخ العسكري وجاء ياخذه بيده، ويوم اخذه بيده صح يا ثواب فاعتز. قال ابو فلان يا شيخ تودي الرجال. قال بس جنه ما سددتك دراهمك 300,000. قال يا شيخ انا جايب من عند هله من عندي وراعاته، مفطر انا وياه في بيته وجايب به معي، انا لا عودت بدون ذا الحين وش اقول مدي وراعاته وهله؟ قال والله ما علي منكم. قال ماني مطلع لنا كان حد يكفله. قال ايش؟ وهو يسكت ثواب شوي قال يا شيخ وقف وقف انا كفيله انا بكفله. قال كيف تكفله؟ انت المدعي وانت الكفيل؟ قال اي والله بكفله، والله انا ضد له وراعاته ودراهم يعوضني الله سبحانه وتعالى. وهم يقومون الاثنين يتسالمون يحبون يخشون بعض. شوفوا يا اخواني مواقف العظماء، ويتحمل بسيارته ويجيبه. يوم اقبل على ديرة الرجال ذا استحى الرجال ذا قال يا ثواب ابقى انت كريت وجهي بجمايلكم معروف تشكيني وشوي لك تكفني يا ولد. الارض هذه البيضاء عليك علي يا حد الله انها لي امهلني ليه احوش عليها واحط فيها زنك واقدم عليها صك واقطعها في حقك 300,000 تكفى وخلص عني. قال والله اللي خلصت وانا ابو فلان خلصت ما عاد ورا شكوى شيء. ويتخلص هو وياه وياخذ ارضه وينزله ويروح. وماتوا الاثنين وهم يقدرون بعض ويعزون بعض. يوم تشاكوا واختلفوا عند الفلوس ما تزاعلوا ولا فجروا في الخصومة مثل بعض الأشخاص الآن، ولا بعضهم سب الثاني ولا بعضهم قطع الثاني ولا بعضهم احتقر الثاني، كل منهم حافظ قدر الآخر حتى ولو اختلف منه في الرأي. هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا. يا من نقول ايش فيك زعلان من فلان؟ قال انه شكاني. طيب ما في شيء، الرجال يتشارعون في المحاكم، اللي حق ياخذه واللي حق عليه يديه، ولا يتزاعلون ولا بعضكم لا زعل على الثاني حط فيه من العيوب وحقره وقاطعه. لا، تعلموا من أخلاق ثواب وشرواه ومن أخلاق أجدادنا الراحلون، ولا تخلون هذه الشيم والقيم تروح من بيننا حتى ونحن بين الخصومة يظهر معدننا.